السلام عليكم. جايلكم النهاردة بفيديو أحلام تدل على حملك بجنين ذكر. هتقولولي مثلا من امتى؟ يعني الأحلام دي بتكون في أول 3 شهور. لما تحلمي الأحلام اللي أنا أقولها لك دلوقتي أو تشوفي علامات من اللي أنا هقولها لك، تعرفي ان هو فعلا الجنين ذكر في اول 3 شهور. انما بعد اول 3 شهور بيكون بعد انت ما تكوني عرفتي نوع الجنين، بتكوني انت دي رغبة جواكي وانت عايزة يعني حاجة تانية او كده، او انت مثلا نفسك في بنت وعرفتي ان هو ولد وهتحلمي ان انت هتولدي بنت او كده، فده بيدل على الولادة الميسرة بإذن الله. لكن اكيد 100% في اول 3 شهور قبل ما تعرفي نوع الجنين. اول حاجة معانا التمر. التمر في المنام لو شفتيه او كلتيه او بتشتريه، ده معناه ولادة ذكر، ولادة جنين ولد، انت حامل في ولد. تاني حاجة عندنا الأضحية. لو انت مثلا هي الأضحية يعني دليل الحمل بولد، ببشرة ولد يعني. ليه بقى؟ تذكرة لقصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ابنه، لما قرب ان هو يذبحه، ولكن فداه الله بالخروف ليضحي به. تمام. فانتي لو شفتي مثلا انك انتي بتاكلي لحم خروف او لحم ابل مشوي او لحم خروف بالذات في المنام، فده يدل انك انتي هتكوني حامل في ولد، وبشرى هيكون ولد كمان بار بيكي، يعني بشرى لسيدنا اسماعيل عليه السلام. كان بار وصالح، فتبشري خير. كمان حلم الحيض، لو انتي الحيض بكل اشكاله، يعني لو شفتي في المنام انك الحيض او انتي حصل لك حيض في الشهور الاولى كده، فده بيكون حمل في ولد صالح باذن الله. اما بقى لو كانت في الشهور الاخيرة فده بيدل على اقتراب ولادتك. طيب لو حلم التاج بقى، التاج بيدل برضو على ولادة ذكر. واللحمة بالذات لحم الخروف ولحم الإبل المشوي، فده برضو بيدل على ولادة ذكر. رؤية زوجك في المنام أو العضو، ده بيدل على حمل ولد. طيب رؤية القمر بيدل على حمل ولد، أو لو شفت الهلال أو شفت القمر بيدل على حمل الولد، ويكون ولد سليم ومعافي بإذن الله. طبعا رؤية سيدنا محمد في المنام رؤية جميلة جدا، وبتدل برضو على حملك بذكر، وهيكون تقي وله صيت في الأمة وذو شأن عظيم، وهيكون عالم من علماء الأمة. ده ما شاء الله، يعني سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لو جالك في المنام في أول 3 شهور، فانتي استبشري خير ان انتي هتكوني حامل في ذكر، وهيكون ذو شأن عظيم جدا. طيب حلم الأسنان برضو ده دل على الحمل بالذكر. وبصوا، يعني لو انتي يعني الأسنان مش الضروس، الأسنان مش الضروس، لو في سن وقع أو في حجرك أو كده، فده هيكون دليل على ولادة ذكر معافي بإذن الله. تمام. لو السن وقع في حجرك أو انت شفت الأسنان. بصوا يا بنات، في ناس أحيانا بتشوف إن هي وهي حامل إن هي مثلا حملت ولدت بنت، فده بيدل العكس بقى، انك انتي حامل في ولد. طب انتي لو حلمتي انك انتي ولدتي ولد، فده بيدل انك انتي حامل في بنت، والله اعلم برضو.
طيب نيجي بقى للدهب. عندك الخاتم والتاج والسلسلة يدل برضو على حمل الولد. الغويشة حمل البنت. ان شاء الله هبقى انزل لكم فيديو لدلالات حمل البنت. المحبس، الدبلة، حمل ولد. تمام. طيب احنا عايزين في حاجات كده ممكن مثلا انا واحده تقول لي انا حلمت ان انا لابسه روب، ده حلم ولد. فستان ولد. حذاء ولد برضو. لو انت حلمتي انك انت جايلك ضيف راجل يعني، وفتحت له الباب ودخل بيتك واستضيفتوه كده، ده حلم، دليل على حلم ولد. ابوكي، اخوكي، سلفك، حد من قرايبكم جالكم البيت، دليل على حلم الولد. لو شفتي السكاكين في المنام برضو بيدل على حمل الولد. بصوا اي طير من الطيور دي اللي هو النسر، الصقر، ما شاء الله بيدل على حمل الولد، وهيبقى ولد قوي جدا، هيبقى ولد قوي جدا. القلم يدل على حمل الولد. لو شفتي جوزك بيقدم لك هدية في المنام، دليل على حمل الولد. لو شفتي انك انت اتجوزتي او اتخطبتي او اي حاجة من كده، دليل على حمل ولد. وافكركم تاني لو معايا لحد هنا، ما تنسوش بس لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. وعايزة اقول لكم على حاجة، افكركم ما تنسوش ان الاحلام دي في اول 3 شهور بس، تكون اكيدة قبل ما تعرفي انت نوع الجنين. تمام. الفلوس اللي هو زي الألف جنيه، زي ال20 جنيه، المليون جنيه، ده بيدل على حمل الولد. طيب اللي مثلا لو انتي لابسة ابيض وهتتجوزي، ده يدل على حملك ولد. لو انتي حلمتي انك انتي بتاكلي تفاح كتير، دليل على حمل الولد. لو انتي شفتي ساعة رجالي او حصان، دليل على حمل الولد. من ضمن الحيوانات برضو الأسد والنمر بيدلوا على حمل الولد. عندك النخلة والعصفور، الحلق، البغبغاء، دي كلها رموز بتدل على حمل الولد. والله أعلى وأعلم. المفرش والسيف والهاتف تدل على حمل الولد. تمام. طبعا زي ما قلتلك انتي بتكوني في اول 3 شهور بعد ما بتعرفي نوع الجنين، لو انتي حلمتي بالحاجات دي فبيكون العكس، يعني مش بيكون الامور واضحة. ده اللي بيبقى لان انتي مثلا نفسك في حاجة معينة. وربنا يطعم كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة. وما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.